الموضوع زاد عن الحد وبقى لازم نتكلم فيه. اخبار بتقول فوز ديميان بريست بالإليميشن تشامبر، وجون سينا مش هيشارك غير في 3 عروض بس الشهر الجاي، وشكل الريسل مانيا داخل على خازوق جامد قوي والواحد يعني ما عادش مستحمل. فتعالى هنا بسرعه كده نخش على اخبار وتوقعات واللي هيحصل في الإليميشن تشامبر واللي بعد الإليميشن تشامبر كمان مع جون سينا وديميان بريست. فيلا بينا نخش على الفيديو. طيب بص، بعد الاجازه بتاعتي اللي انا خدتها، الاجازه العائليه الجميله جدا اللي انا قضيت فيها احسن يومين في حياتي تقريبا، لكن انا اول ما رجعت للمجال وكان عندي شغف كبير جدا، يعني حاجات كتير كنت مجهزها وكاتب قايمه بيها، لكن يعني يا ريتني يعني ما شفت عروض اسبوعيه ولا شفت زفت. والظاهر ان تريبل اتش مش ناوي يحل الشعب كله خالص، مش ناوي يحل العالم كله، عايز يجيب لكل جلطات والكل ما يتفرجش على مصارعه تاني ابدا. وانت داخل على الفيديو جهز المسكن بتاعك عشان لو ما سمعتش الاخبار دي ونتكلم فيها ونحللها كده ونشوف ايه اللي هيحصل، هنقول ايه ولا هنعمل ايه مش عارف. خلينا نبدا باول موضوع معانا، وانا مش مجهز اي سكريبت خالص، انا بقول من دماغي. نبدا بموضوع جون سينا. جون سينا تم اعلان حوالي ساعات قليله من تصوير الفيديو او تسجيل الفيديو ده، تم الاعلان ان هو هيظهر في 3 عروض اسبوعيه بعد الإليميشن تشامبر، تمام. وفي نفس الوقت بيطلع اخبار كبيره جدا ان اللي هيفوز بالماتش الإليميشن تشامبر هيكون ديميان. وفي عرض سماك داون اللي فات تريبل اتش مطلع كودي رودز عشان يقول ان اذا كان مين اللي هيكسب في الإليميشن تشامبر ويواجهه والكلام ده، والجمهور كان بيشوف هيتفاعل مع مين ولا هيعمل ايه عشان يشيل الدنيا اكتر وقت. واحنا كنا خايفين من لوجان بول، فيطلع لنا خازوق جديد اسمه ديميان بريست. انا من الناس اللي بتحب ديميان بريست على فكره، لكن مش وقت ان هو يفوز بالإليميشن تشامبر دلوقتي. الناس بتتوقع سي ام بانك، الناس عاوزه سي ام بانك، الناس عاوزه جون سينا. مش وقت مفاجآت خالص، مش وقت مفاجآت خالص يا عم بخ. انا مش فاهم يعني والله، انت هتستنى ايه يعني لحد ما المشجعين كلهم يسيبوا الدبليو دبليو اي ويروحوا الاي دبليو؟ طب ما احنا مش عارفين نلخص ايه دبليو وعاملين احكام وبتاع ومش عارفين نلخص، هنعمل ايه؟ طيب نبطلها خالص بقى. الاخبار دي بتتاكد يوم عن يوم من بي دبليو انسايدر، واخبار تانية كتير جدا بتاكد عن فوز ديميان بريست، كامبيون ديميان بريست بالإليميشن. شكلها تطلع اللي هو العداوه الجميله الميزه اللي هي بتاعت جون سينا ديت، هتطلع في الاخر لوجان بول وجون سينا في الاخر. ما احنا نفهم، انا عاوز افهم بقى يعني اللي هيحصل ايه بالظبط. يعني انا شكله كده اللي هيحصل ايه لوجان بول هو اللي يطلع جون سينا في الإليميشن تشامبر، فجون سينا يخش معاه في عداوه. اوسخ جوله اعتزاليه شفتها في حياتي، اوسخ طريقه اعتزال بشوفها هي معاك انت يا جون سينا. انت بتفضل المصارعه؟ لا 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 لا، انت بتفضل الافلام في المجرى، افلام في مش عارفه مين، افلام مش عارفه مين، كرتون مش عارفه ايه، اي حاجه بتجيب فلوس اكتر من الدبليو دبليو اي انت فضلتها. الحاجه اللي بنتك والحاجه اللي خلتك بني ادم بتفضل الفلوس عليها. يعني لا جوله اعتزاليه نافعه، وانا مش عاوزك تكسب اللقب يا اسطى 17، انا عاوزك ما تظهرش تاني. بص يا اسطى، اظهر كده وقول انا هعتزل من بكره، انا تعبت. ما انا مش كل يوم هطلع اشوف حاجه تعصب. مش انا الواحد على فكره، كل الناس عماله تتعصب من الموضوع ده. يعني هو يوسف صاحبي كان اللي هو ما كانش عاوز جون سينا اللي يفوز بالإليميشن تشامبر وكان متضايق، كان عاوز سي ام بانك هو اللي يكسب. دلوقتي بعد ما سمع اخبار ديميان بريست قال لك لا والنبي جون سينا يكسب. ما هو احنا تعبنا فعلا والله، احنا ما عادش حد قادر ولا حد يعني مستحمل اللي بيحصل ده. فاهمني يا عم بخه ولا انت ايه؟ ما هو انت عاوز تجيب جلطه للناس كلها. ده اوسخ صفقه على نتفليكس ايه وقرف ايه يا عم، انت عرفتني. هي نتفليكس دي مش قالك ان هي المفروض تتدخل في السيناريوهات بال5 مليار بتاعها دي؟ الواحد حاول انه يبلع جي اوسو بالعافيه، ويحاول ان هو يتجاهله. اللي حصل خلاص. اما ديميان بريست كمان ما تخليش الناس تكره ديميان بريست. الناس مش حابه ديميان بريست دلوقتي، الناس حابه دلوقتي سي ام بانك او جون سينا. ما هو انت انا عاوز اعرف انت بتاخد القرارات على اساس ايه؟ يعني على اساس المتابعين ولا على اساس ما هو دي ماتش مش هيجيب لك فلوس برضه. ديميان بريست مع كودي رودز، ايه الحماس في كده؟ الكارد زي الزفت، الكارد بدايته زي الزفت. ايه واحد زي خالد صاحبي يقول لي ريسل مينا دي هتبقى حاجه ثانيه، ريسل مينا 41 هتبقى حاجه ثانيه. ازاي يعني حاجه ثانيه؟ انت بتشوف حاجه احنا ما بنشوفهاش يا ابني. انا هحاول اتفائل شويه، لكن اذا حصل اي مفاجاه فانا مش متفائل عادي. هحاول اتفائل واقول ان لا جون سينا هيكسب، واقصى طموحاتي ان هو يكسب الإليميشن تشامبر ويروح يلعب كودي رودز. يعني يا ريت يعني لو عندهم دم يعملوا الماتش الثلاثي بتاع سي ام بانك وكودي رودز وجون سينا، انا موافق يعملوا يا رب. اقل ما في الموضوع ان جون سينا يكسب الإليميشن تشامبر. انا خلاص انا خايف والله من كل حاجه. انا بسجل الفيديو ده قبل عرض الرو اللي هو بتاع يوم الاثنين،
تمام، لان انا ما كنتش مش قادر استنى اصلا، انا خلاص طلبت معايا تسجيل دلوقتي. فربنا يستر اما نشوف بقى ايه اللي هيحصل مع الكابيون دايما بريست، ونشوف هيكسب الاميشن شامبر بجد ولا ايه، ولا ايه اللي هيحصل بقى، عشان انا الواحد تعب بجد من الايام دي. ولا لوجان بول هو اللي هيطلع ويقوم مغفلنا كلنا مره واحده ونفكر على انه هزار ويطلع بجد. ما انا عاوز افهم عم بخم، انت عاوز تبيع ايه فلوس ولا عاوز تبيع ايه بالظبط؟ خلاص سيبك من الموضوع ده، سيبك من الموضوع ده يا عم، ماشي. تعال نتكلم عن عداوه كودي رودز وسولو سكوا في الإليمينيشن تشامبر. بحسب الاخبار يعني والكلام ده هيبقى في ماتش بين كودي رودز وسولو سكوا في الإليمينيشن تشامبر على اللقب. وفعلا الاحداث اللي حصلت في سماك داون والكلام ده راح على ناحيه سولو سكوا، عمال يهجم على كودي رودز، كودي رودز بيهجم على سولو سكوا، سولو سكوا مش عارف يلم شمل العيله. هل ممكن ان هو يروح بقى ماتش الإليمينيشن تشامبر مع كودي رودز عشان يحاول ان هو يكسب اللقب ويخلي في ثقه تاني بين جيكوب فاتو والكلام ده؟ لكن جيكوب فاتو اصلا ما عادش شايفه ان هو زعيم وكده، لانه بقى ضعيف وبقى خايف. وهو يعني جيكوب فاتو ده وحش، ما ينفعش يبقى تابع لواحد خايف، يعني ما ينفعش يبقى عكاز لحد اصلا يعني مش قادر يمشي. عشان كده جيكوب فاتو ممكن يتدخل في المباراه دي اصلا ويغدر بيه او يحاربوا بعض والكلام ده، ونشوف بقى ايه اللي هيحصل ما بينهم. لكن احنا متوقعين ان في ماتش فعلا في الإليمينيشن تشامبر ضد كودي رودز وسولو سكوا ويحصل منه سيناريوهات كويسه. على فكره موضوع ان سولو سكوا هو اللي بقى بيقول اي لاف يو جيكوب والكلام ده مش موضوع وحش قوي زي ما يوسف قايل لي، لكن هو الموضوع يعني هو مقبول. انا عن نفسي اتقبلته. اصل يوسف بعد اللي انا شفته مع جي اوسو والكلام ده كله خلاص بقيت يعني ده حاجه عاديه، ده حاجه عاديه تتبلع. حاجات تانية لا ما تتبلعش، دي من بريست ما ينفعش. في حاجات تتبلع يا عم يوسف وحاجات ما تتبلعش، ماشي يا رجاله، لكن ده حاجه تتبلع عادي، ونشوف ممكن نشوف منها قصه كويسه بين جيكوب فاتو وسولو سكوا عادي يعني. وفي كلام بقى بيتقال لك ان الروك كمان هيشارك في ريسل مانيا والكلام ده، واخبار كتير بتاكد ان الروك ليه دور في ريسل مانيا، واخبار من تانية بتقول لك ان دور الروك في ريسل مانيا هو برومو، وهو هيكون موجود فيه كمان ستون كولد والكلام ده. لا انا طبعا بقول لك يعني ان هيبقى فقرتهم عادي، فقره عاديه جدا، يرحبوا بالجماهير، الكلام اللي احنا مالناش لازمه كده. ستون كولد يظهر كده ما بين الجماهير عادي، انا عارف انا الكلام ده وربنا ما بص انا عارف انا حافظهم، دي شغل افشخانات. هو تريبل اتش اللي بيقعد يطلع الحاجات دي الاشاعات دي خلاص عشان قال يعني متحمس، يعني احنا ما خلاص انا خلاص ما كنتش متحمس لحاجه. انا جيت القناه حسيت تاني بالكآبة تاني، عاوز اروح ارجع اليومين تاني. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وتنزل تقول لي تحت في التعليقات ربنا يستر من عم بخه، وتقول لي يعني هتعمل ايه لو ديمين بريست هو اللي كسب الإليمينيشن تشامبر. وبس كده، سلام.